باشا يا جماعة، أنا جاي أتكلم عن فيلم. الكلام على إيه؟ أو مش فيلم أوي يعني، أنا لسه مش عارف هو إيه دوت. أنا جاي أفصص معاكم وأحاول أفهم إيه اللي أنا شفته دوت. بس خليكم معايا كده واعملوا سبسكرايب واعملوا لايك وكملوا معايا، عشان أنا مستغرب جدا من إن الفيلم دوت ل 12 سنة أصلا. يعني ده غريبة جدا، من 12 سنة فيما فوق. لو كان مكتوب عليه 18 كنت عديته واتكلمت في عيوبه بس وخلاص. أما ان انت تحط لي عليه ليبل كده او شكل اللي هو 12 سنه، دي غريبه، دي غريبه، انا مش مستوعبها يعني. وانا بتفرج على الفيلم، يعني كنت بتفرج عليه كده اللي هو معايا ناس جنبي وبتاع. لا يا جماعه، انا محرج، يعني انا محرج للناس اللي قاعده جنبي عشان خاطر العمر اللي محطوط واطفال اللي داخلين. فالموضوع ده غريب جدا وهنتكلم عليه بعدين، بس خلينا الاول في اللي هو هل ده فيلم اصلا ولا ايه ده. يعني مثلا الفيلم بتاعنا بيتكون من شويه عناصر، بيبقى فيه بطل وبيبقى فيه شخصيات جانبيه وبيبقى فيه احداث. مين البطل بتاعنا؟ هو المفروض خالد كمال، هو ده البطل بتاعنا، هي دي القصه بتاعته، الفيلم بتاعه. فعندي احساس كده، واللي كتب قصه خالد كمال وبعد كده لقاها قصيره جدا، مش هتكمل نص ساعه، فيلم قصير. راح جاي حاشر في النص شويه قصص ملهاش اي لازمه، ما ضافتش اي حاجه في القصه. شخصياتها سطحيه جدا، شخصياتها ما اتغيرتش، كلها موقف واحد بس بنكمل معاه طول الفيلم، مفيش اي احداث عشان بس نطول زمن الفيلم، مش اكتر ولا اقل. كات كات كات. تعرف ان انا جالي اعلان من السعوديه؟ بجد شكرا ليهم جدا. انا عندي اكتر من 25% من اللي بيتفرجوا على القناه اصلا من السعوديه، فشكرا لكل اخواتي من السعوديه. وده اعلان ليكم انتم. انترنت من سلام، سرعه 100 ميجا، ابلود 25 ميجا، تركيب ببلاش، الراوتر ببلاش، كل دوت ب 199 ريال، وفي اي بي تي في مجانا لمده سنه بمناسبه العيد. فكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وروحوا اشتركوا، كلموهم على الرقم دوت. وبس كده، يلا نكمل الفيديو. تعالوا بقى نفصص، وانا هتكلم بحرق يا جماعه، عشان هو اصلا مفيش حاجه تتحرق، هو مش فيلم اصلا. وكلامي هوضح لك ان ده مش فيلم. انت بتتفرج على حاجه، بتتفرج على مقتطفات كده، مجرد مقتطفات. واحد كده ايه، ماشي عمال يصور شويه يصور شويه من هنا، راح جاي حاططهم على بعض. حاجه عبثيه، حاجه غريبه. الخط الرئيسي بتاعنا اصلا اللي هو المفروض بيحكي إيه، متلعبك كده. تعالوا نفصص الفيلم. بيتكلم عن ايه اصلا؟ بيتكلم عن ليله الدخله. حلو. عن 4 شخصيات اساسيه المفروض معانا، وعن خالد كمال اللي المفروض هو الرابط الوصل بين كل الشخصيات دي. مين شخصياتنا؟ عندك مثلا مصطفى غريب ودنيا سامي، تمام، دول شخصيتين موجودين. هل الشخصيتين دول بيتغيروا في حاجه؟ لا خالص، بالعكس. الشخصيتين دولت بيعملوا حاجه غلط وبيكملوا على الغلط وبيتكافئوا على غلطهم لغايه اخر الفيلم، وبينجحوا في اللي هم عملوه، والموضوع بيعدي عادي. يعني الدخله بتاعتهم طلعت دخله بلدي، والمفروض كله يشوف ان خلاص ان الموضوع تم، والحاجه كانت بتتقال بصراحه شديده جدا وبطريقه لا تناسب السن اللي هم محطوط فيه. واتكلمت في الموضوع دوت في الاول. فتمام خلاص، يعني احنا خلصنا من موضوع السن ده. فانت دلوقتي جايب لي شخصيتين على مدار الفيلم كله، على مدار ساعة 47 دقيقة بالظبط، ما بيعملوش اي حاجة خالص غير هم قاعدين جوه الحمام عمالين بيطلعوا في افكار عشان خاطر يحلوا المشكلة اللي هم قاعدين فيها بس. خلاص انا اللي غلطانه. يا ساتلة، هنعمل ايه دلوقتي؟ ما انا بقول لك اكلم غيره، انت مش عايزه. خلاص كلمه ونجيب المطوه. تتغذي؟ لا يرحم امك، خليه يجيب مع المطوه طير حي. يا بنت الابلسه، انت شكلك متعوده بقى. متعوده يحترم نفسك. الحوار ده مننا بس بقى. يا ابني خربانه. ولا حد منهم مثلا شخصيته اتغيرت، ولا حد منهم اتعلم الغلط، ولا حد منهم حصل له اي تطور في شخصيته. عشان هو ده الفيلم. الفيلم بتاعك بيبقى عندك بطل وبيتغير. البطل الوحيد اللي اتغير اللي هو خالد كمال. ولما اتغير قال لنا اللي هو اتغير ببقه، يعني حتى ما خليناش نفكر. امبارح كان يوم غريب، بس عمري ما انساه. دعوة عم صابر والراجل الغلبان والعمود وكلوب النور اللي كان هيطير عيني، كلها اشارات جابتني لحد عندك. العلامات كانت واضحة من اول الفيلم، باصص على النور والنور بيقع ومش عارف. من اول الفيلم كل حاجة واضحة. وفي نفس الوقت راح جاي قايل في اخر الفيلم قايل لك كل حاجة. قال لك بقى ده انت النور اللي قدامي، وانت اللي مش عارف. طب انت بتقول لنا ليه؟ يعني لو عايز تسيب حاجة حلوة في الفيلم سيبها للاخر.
حتى دي ما سيبهالكش. بس خلينا نرجع للشخصيات بتاعتنا اللي مفهومش اي عمق باي شكل، بس محطوطين عشان خاطر نطلع شويه كوميديا اللي هتكلم عليها برضو في الاخر. بس انا عايز اتكلم على السلبيات عشان 90% من الفيلم سلبيات. الفيلم دوت تضييع وقت وتضييع فلوس عشان بس تضحك ضحكتين 3 ما يستاهلش في وجهه نظري. فعندنا شخصيتين بتاع دنيا سامي ومصطفى غريب ما اتغيروش، شخصيات فلات طلع منها كام نكته حلوه مش هنكر، كلها نكت طبعا بلس 18 فيما فوق. فكره ان عيل عنده 12 سنه يسمعها غريبه جدا وممكن ما يفهمهاش وملهاش لازمه ونكت صعبه جدا. الكابل التاني اللي معانا جيهان الشماشرجي وحاتم صلاح، برضو قابل اوكي مختلف. يعني قصه حاتم صلاح وجيهان الشماشرجي انت طلعت منها بس اللي هم قدروا يمسكوا ايد بعض مش اكتر ولا اقل. هم في الاول ما كانوش عارفين يمسكوا ايد بعض، وفي الاخر قدروا يمسكوا ايد بعض. فاللي اطلع منه ايه؟ اللي يا جماعه لازم ما تبقاش خام، لازم تبقى شخص مدقدق وعندك علاقات كتير ومش عارف تعمل ايه. هل هو دوت المورال؟ هل هو دوت اللي انت عايز تقوله لي؟ هي دي الرساله اللي انت عايز توصلها لي من القابل ده؟ مش عارف يعني، مفيش رساله معينه انت عايز توصلها لي، انا مش عارف اوصل لها بصراحه. والقابل التاني اللي هو اسوأ قابل واكتر قابل على الاقل، حتى الاتنين التانيين طلع منهم شويه كوميديا، دوت ما طلعش منه اي حاجه خالص، بتاع احمد حاتم وايه سماحه. مش عارف كانوا موجودين ليه وانت عايز توصل ايه. وحتى الرابط بين الديلر بتاعنا اللي هو القصه الرئيسيه اللي هي بتاعت خالد كمال، اللي هي القصه الرئيسيه بتاعت خالد كمال بتاعتنا اللي هي بتاعت الديلر اللي عايز يتوب وعايز يتجوز نور اللي بيحبها ولسه بيفكر وعمال يجيله علامات كل شويه وحد بيدعيله نور بيقع عليه مش عارف الكلام من ده. كل دوت كان واضح جدا، انا مش محتاج حرق ولا محتاج اي حاجه. يعني مفيش اصلا تواصل بينه وبينه. يعني ايه تبقى في اوضه نوم او تبقى في اوتيل، يعني اوضه اوتيل ويدخل عليك الروم سيرفيس فتقعدوا تتخانقوا فتخبطها فتتعور، بعد كده يكون لابسين جلد مش عايزين تتفتحوا، حد بيخبط عليكم تدخلوه عادي وهو شافكوا كده. انا مش فاهم حاجه. وتتصلوا بيه هو اللي هيحل في المواقف دي. يحل ايه؟ واحده مغمى عليها وهي اصلا شغاله في الاوتيل اللي انت قاعد فيه، هو هيجي يعمل إيه؟ انت مش متصل بولف بتاع بالب فيكشن يعني، مش ده يعني هو مش ده، يعني هو مش الشخص، هو مجرد ديلر. هو مش الشخص بقى الجامد جدا اللي هيجي يحل لك جريمه قتل ومش عارف، وحتى مش في بيتك يعني، ده انت في اوتيل يا معلم. مفيش رابط بينهم، هو مش موجود لسبب يعني، مفيش حاجه يعني. مش فاهم وليه لبس الجلد وجو الكرابيك استفدت ايه يعني؟ خدت ايه؟ ولا خدت كوميديا ولا خدت فكره ولا خدت حتى مورال ولا خدت اللي انت استفدت شيء ولا عملت اي حاجه. قصه موجوده عشان نملى 10 دقايق 20 دقيقه مش اكتر ولا اقل. ضيوف شرف ملهمش لازمه في الفيلم. وبعد كده اخر قصه معانا اللي هي برضو من اكتر قصه اللي مش فاهمها، قصة انتصار وسيد رجب. 2 عندهم 60 سنة كانوا بيحبوا بعض من زمان وحلو، بانوا القصة حلو وبانوا خلفية الشخصيات، على الأقل في خلفية للشخصيات عكس اللي فاتوا. بس برضو يعني ما استفدتش حاجة اللي انت راجع عندك 60 سنة ومش عارف تدخل يعني. ما هو يعني منطقي ان انت عندك 60 سنة يعني هتعمل ايه؟ ما اكيد هيبقى الموضوع صعب. ويتصل كل شوية ونطلع كوميديا من الموضوع، ودخلت نفسك في لعبكة ملهاش لازمة وعمال تمشي على تريد ميل نص ساعة. انت اكيد هتتعب يا معلم، انت لو عندك 30 سنة هتتعب. هانت يا بطل، فاضل دقيقة. ايه في ايه؟ طب كمل الدقيقة اللي فوق. مش عارفة انت متأخر كده ليه؟ مش لازم يبقى 60 يعني. مش قادر يعني، القصة ما مسكتهاش برضو يعني. عملت شخصيات حلوة تمام، رسمت لي شخصيات كانوا بيحبوا بعض من زمان، كل واحد اتجوز واحدة تانية، حلو قوي. ده فيلم، اعمل لي بقى فيلم من الشخصيتين دول. سيبك بقى من الفيلم التاني اللي انت شغال فيه دوت بتاع الديلر ده، ملوش لازمة يعني. هو فيلم ملوش لازمة وربط لي انت بيه كل الاحداث مش عارف ليه يعني. انت ليه قافش في الشخصية دي؟ مش عارف. هو فيلم خالد كمال مليون في المية، ده الفيلم بتاعه، هو البطل، هو الوحيد اللي ليه ارك، هو الوحيد اللي ليه شخصية بتتغير وبتبدأ بحاجة وبتنتهي بحاجة كل صح. الباقي بقى اللي في النص دوت لازمته ايه؟ صفر ولا اي حاجة، ملوش اي لازمة. انا حكيت لك الفيلم بحرق، وقول لي هل ده فيلم اصلا؟ انا مش عارف، انا حاسه مش فيلم. شخصيات ملهاش لازمة، شوية كوميديا حلوين طلعوا من مصطفى غريب مش هنكر، ضحكت كام مرة
في شويه كوميديا حلوين طلعوا من حاتم صلاح، ضحكت كام مره مش هنكر، بس كده. الباقي كله مش مفهوم. قصص مش بتطلع منها بحاجه، بالعكس انت بتطلع من القصص ديت بتقول حلو اللي انا اغلط، حلو اللي انا اشرب، الدنيا هتمشي عادي. ده مفيش حد بيتجازى يعني. ال... يعني عندك احمد حاتم مثلا كان مقضيها شرب ومقضيها حشيش ومش عارف ايه، والدنيا مشيت في الاخر. شويه لعبكه في النص وبعد كده عادي خلاص، هم لسه بيحبوا بعض والدنيا مشيت والست سامحتهم وبتاع. طب مفيش يعني، مفيش مورال يعني، انا ما خدتش حاجه يعني، ما استفدتش شيء. فدني، حسسني ان انا كسبت، حسسني ان اللي انت بتعمله دوت يا عم حاج، حتى قول لي اللي انا بعمله ده حلو، انت ما قلتليش حاجه اصلا. انت عايز تقول لي ايه؟ انت عايز توصل لي ايه؟ مش عارف انت عايز توصل لي ايه. وقصه احمد حاتم كنت، طب يا عم كنت احكيها لوحدها في فيلم قصير نص ساعه قشطه يعني. راجل ديلر وبيحاول يوصل للبنت اللي بيحبها، بس هي مش عايزاه يبقى ديلر، فهو سابها واشتغل في شغلانته، وبعد كده بدأ يجيله علامات اللي هو يسيب الشغلانة ديت ويبقى معاها. ده قصة فيلم مش وحشة، احكيها. الحشو اللي في النص ملوش أي لازمة. أو احكي لي القصة بتاعت انتصار، قصة فيلم حلوة، احكيها. وليهم خلفيات شخصيات، وملوش لازمة بقى باقي الهرتل ده. كل قصة من دولت كانت ممكن تطلع فيلم حلو لوحدها، لما حطيتهم مع بعض طلعوا عبث، عملوا لا شيء، عملوا يعة كبيرة. ده كل كلامي على الفيلم ده، او مش الفيلم بقى، كل كلامي على الشيء دوت يعني، الشيء اللي هم عملوه ده. و 3/10 عشان كام نكتة اللي طلعوا مش اكتر ولا اقل. وانا مش شايف اللي هو فيلم يعني، انا مش شايف اللي هو فيلم يدخل ويدفع فيه فلوس والكلام دوت. وطبعا مش 12 سنة تماما، ومش دي مشكلتي. اكتب عليه 18 سنة وادخل كنت اقول نفس الكلام الوحش برضه يعني. هو مش، ما استفدتش شيء يعني في الاخر. وبس كل ده كل اللي عندي، وسلام.